مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. خبر مفاجئ عن أسعار البوط والدقيق والسكر بالمغرب. لكن قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، أكد تقرير حديث نشرته الخزينة العامة للمملكة أن نفقات دعم عدد من المواد الاستهلاكية كالسكر والدقيق والغاز قد تراجع في هذا العام بنسبة مهمة. التقرير أوضح أن نفقات صندوق المقاصة تراجعت، حيث بلغت في العام الماضي 39.1 مليار درهم، علما أنها تجاوزت توقعات الحكومة برسم قانون المالية الذي كان يراهن حصرها في حدود 26.58 مليار درهم. وانخفضت النفقات التي أنجزت في العام الماضي بنسبة 13.3 مقارنة بما أنفقه صندوق المقاصة في عام 2022، حين بلغ ذلك الإنفاق 45.2 مليار درهم، وقد وجهت غالبيتها لدعم السكر والغاز والدقيق.